حنان خرجت من دارهم ما كاش على بالها وش راح يصرى فيها. نوفمبر 2015 مدينة القليعة ولاية تيبازا. حنان 24 سنة تتقدم إلى فرقة الدرك الوطني باش تقدم شكوى. وش كانت الشكوى تاعها؟ خداو عليها بطاقة التعريف تاعها وقالوا لها تفضلي الأخت وشنو الشكوى تاعك؟ قالت لهم باللي كاين واحد اختطفني واعتدى عليا. شكون هذا؟ ما نعرفوش. كيفاش خطفك؟ كنت نتمشى في لازون اندستريال وكان ماشي هو ورايا ديجا من قبل ويتبلى فيا وكل ما كان يجري ورايا كنت انا نهرب منه ومن بعد ما على باليش واش صرالي حتى نتصبت روحي في واحد البيت. وش نوع السيارة تاعو؟ عنده بيكانتو. قلتي ما تعرفيش هذا السيد؟ جامي شفتيه، اول مرة تبلاك مشى وراك حتى ما حسيتيش على روحك وش صرا فيك. سبحان الله، الطفلة كانت ماشية في الطريق حتى تصيب روحها في بيت ما تعرفهاش مع واحد ما تعرفوش وداير فيها اللي داير ويزيد مصورها ويزيد بعد هذه الحادثة يزيد يهددها باش ما تهدرش. بعد ما كملوا المحضر الرسمي بلغوا وكيل الجمهورية وطمنوا حنان باللي إن شاء الله راح يقدروا يلحقوا لهذا الجاني اللي ارتكب جريمة اختطاف واعتداء وتهديد كذلك. يعني حنان لا تعرفت على واحد، لا كانت عندها علاقة معاه، لا تعرفه لا يعرفها. طفلة كانت تمشى في الطريق ماشية حتى يجيها البلا من حيث لا تعلم. كيفاش صرا الحنان؟ حنان وقت اللي كانت تمشى وكان هذا الشاب وراها نزل من السيارة تاعو، استغل انه المكان هذاك فارغ خالي ما كاينش الناس، هنايا طلعها بالسيف عليها غصبا عنها للسيارة. بعد ما طلعها للسيارة رشلها غاز في النيف تاعها وفورا داخت هي وفقدت الوعي حتى تنوض وتلقى روحها في بيت مهجور في أحد المناطق المنعزلة لولاية ولا بولاية تيبازا. بعد ما عمل اللي عمل صورها ودار لها دي فيديو ودار لها دي فوتو وهددها بيهم. لو كان تحكي داركم ولا تحاولي تشكي ولا نسمع كلمة هكا ولا هكا ديري في بالك بلي راح نفضحك، نسمع بيك الدنيا، تغلقي فمك وما نسمع حتى كلمة وبالك ديري الحس. حنان اللي ما كانتش مستوعبة وش صرا فيها لقات روحها في وضع سيء. تخبر دارهم، تخبر والديها بالشي اللي صرا فيها ولا تسكت؟ إذا خبرتهم راح هذاك السيد يفضحها وينشر تصاور تاعها والناس قاعد تولي تعرفها تصاور وش من دي فيديو. أما إذا تسكت هنا كذلك مشكلة بالنسبة لها. بعد ما عاشت فترة كبيرة تاع ألم وتفكير قالت باللي أنا ما نخافش منه ولازم حقي نجيبه من عنده، وراحت رفدت روحها واشتكت عليه. تبعوا معايا تفاصيل هذه القضية وكيفاش لحقوا للسيد هذا اللي اعتدى عليها. بعد ما سجلوا القضية التحقيق بدأ وتم توزيع المهام باش يوصلوا لهذا المجرم. في رأيكم كيفاش راح يلحقوا له؟ بعد التحري لمدة ساعات طويلة والقضية ما طولتش، على خاطر بعد ما راجعوا إحدى كاميرات المراقبة اللي كانت موجودة في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية رصدوا سيارة من نوع بيكانتو بيضاء واللي كانت الحركة تاعها مشبوهة وخذوا الترقيم تاعها. حنان ما شفات برك على 2 شيفر رقمين فقط من لوحة الترقيم للسيارة. عطات لهم الوقت اللي كانت تمشى فيه واللي كان 3:30 تاع العشية. كيما عطات لهم أبريبري الأوصاف تاع الشخص لأنه تقول بلي هي ما نعرفوش وشفتو مرة واحدة وفقط. بعد ما خذاو ترقيم هذا السيارة تم تحرير تكليف شخصي إلى مصلحة السيارات بالبلدية باش يتحصلوا على الملف القاعدي للسيارة وتحديد هوية صاحب المركبة. بعد يومين لحقت برقية إلى الدرك الوطني واللي فيها المعلومات الكاملة لصاحب السيارة واللي طلع اسمه حمزة فلاني. حمزة الفلاني هذا كان معروف عندهم لأنه جاز عندهم من قبل وعندهم معلومات كافية عليه شكون هو وش يدير. حمزة هذا يرتاد حديقة وهذيك الحديقة مشبوهة ويرتادوها ناس مشبوهين. بعد هذه المعلومات خرجت دورية تفقدية لهذوك النواحي وين فعلا لمحوا السيارة تاع البيكانتو وصاحبها اللي كان اسمه حمزة، وراها مباشرة تم الأمر بتوقيفه.
وفعلا راحوا لأحد المناطق في مدينة القليعة، وين لمحوا السيارة واللي كان نزل منها حمزة، وقبل ما يعاود يديماري بالسيارة تاعو طاحوا عليه. حاول أنه يهرب يروح أبي، ولكن تم توقيفه بعين المكان، وهما يوقفوا فيه. تفاجأ، ما على بالوش منين جاتو هاد الحكايه، صار على بالو واش كان داير، على بالو بلي الحكايه تاع حنان ما راحش تمر بسلام. بقى يقول لهم قولوا لي برك واش عندي فهموني واش عندي، وكان يعيط. المهم داوه لمركز الدرك الوطني وفتحوا معاه تحقيق. مثول حمزه على طاوله التحقيق. حمزه، قلنا على بالك علاش جبناك لهنا؟ لا ما على باليش. جبناك على القضيه تاع حنان، هذيك القضيه اللي عندك معاها. انايا ما عندي حتى قضيه، ما نعرف حتى وحده اسمها حنان، وما عندي حتى قضيه معاها، ما عندي حتى قضيه في حياتي انا. حنان اللي ديتها من وسط الطريق وغميتها وديتها البيت مهجور واغتصبتها، تعديت عليها، ومن بعد صورتها وهددتها، قلت لها لو كان تحكي نشهر بك. لا ما كاش منها كاع هاد الحكايه. انا كيفاش انا عندي دار راني نبني فيها، ما خاطيني ننسى. انايا ما نعرف حتى وحده اسمها حنان. انايا البنات ما نهضرش معاهم في التليفون، حتى نديهم في طونوبيلتي ولا نديهم لداري. انا راني نبني وما ديت حتى وحده. بعد التحقيق معه لساعات، وبعد ما حاول انه ينكر واصر على الانكار، يعني ما حبش يعترف، يقول باللي فوالا وش دار، ولكن بالنهايه اعترف وقال باللي صح سيفري صرا هذا الشيء. يقول حمزه ايه صح، كاين منها صح. ايه بصح ما نعرفهاش انا هذه الطفله. انا كنت نمشي كنت طريق مازافرون، شفتها وحدها عجبتني، هضرت معاها، قلت لها اعطيني غير نيميرو تاع التليفون، ما حبش تعطيهولي. بقيت وراها عجبتني الحق، قلت نهضر معاها، ما واجبتنيش. بعد بدات تطيح، سبت لي يما، كي جبدت لي يما وطيحت لي وقالت لي انت ماشي مربي. هنايا انا ضربتها وفرصيتها وطلعتها للطوموبيل وديتها للشونتي تاعي وين الدار اللي راني نبني فيها، وهددتها، صورتها، درت لها دي فيديو، درت لها دي فوتو، هددتها بهم، قلت لها لو كان تهضري راح نشهر بك، راح ننشرك في الفيسبوك وهددتها باش ما تحكيش وما تشتكيش. صح صراحة صح. اعترف حمزة بالجرم تاعو، وتم فتح محضر رسمي وتسجيل أقوال واعترافات حمزة وتقديمه أمام وكيل الجمهورية. هذا بالنسبة للقضية الإجرامية اللي حكيتها لكم اليوم. يا البنات ما تمشوش وحدكم في الخلا، امشوا وسط الناس. وانت يا خويا الدنيا هذه ماشي غير مرأة، والظلم ما يحبوش رب العالمين. تهلاو في رواحكم، أمسية سعيدة، مع السلامة.